ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد ومقارنة جديدة. المقارنة بتاعت النهاردة ما هياش عادية، انتوا طلبتوها في الكومنتات، وهي مقارنة ما بين سامسونج جالاكسي اس 23 الترا اللي هو اقوى حاجة حاليا بالسامسونج، وما بين ايفون 14 برو ماكس اقوى اصدار في الايفون. طبعا قبل ما نحكي في المقارنه وفي اي تفاصيل، انا مش عايز حد يفهمني غلط، لان في ناس كتير جدا بتحب السامسونج وبتنتقد المقارنه زي ما كنا عملناها قبل كده، وفي ناس كتير جدا بتحب الايفون برضو بتنتقد المقارنه. ان شاء الله في الفيديو ده انا هنقل لكم الصوره، يعني كل واحد مميزاته ايه، بيتفوق على التاني في ايه، وبناء عليه انت نفسك بتقرر ان هو الاحسن ليك. معلومه مهمه جدا حابب اقولها، هو ان في ناس كتير جدا اهم حاجه تهمها في الموبايل هي الكاميرا، يعني مثلا ما بيفكرش غير في الكاميرا. واحد تاني بيفكر في البطاريه، اهم حاجه تبقى البطاريه قويه، وهكذا. هي اختلافات. ودلوقتي خلينا نسيبنا من الكلام ده كله ونبتدي المقارنه ما بين ايفون 14 برو ماكس وما بين سامسونج اس 23 الترا. اول حاجه هنبتدي بيها وهي وزن الهاتف. قد تكون ما هياش مهمه، بس خلينا نتكلم عنها. السامسونج جالاكسي اس 23 الترا وزنه 234 جرام، اما ايفون 14 برو ماكس وزنه اتقل لانه 240 جرام، يعني في تقريبا 6 جرام فرق. الايفون اتقل من السامسونج. تاني حاجه هنتكلم عنها في الاتنين وهي متشابهه وواحد، وهو مقاومه الماء والغبار، لان سواء السامسونج اس 23 الترا او ايفون 14 برو ماكس هو مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 68. يعني معناه ان التليفون ده او حتى الايفون اقدر اخليه نص ساعه تحت الميه على عمق متر ونص، ولكن بشرط انها تكون ميه عذبه مش ميه بحر. خلينا ننتقل بقى لحاجه مهمه جدا، وهو الشرائح بتاعه الهاتف، مكان الشرائح وكم كل واحد فيهم بيتحمل شريحه. في النقطه دي سامسونج طبعا هي اللي هتتفوق. ليه؟ لان ايفون 14 برو ماكس قدامك يا اما تركب خط عادي وخط الكتروني، يا اما خطين نانو سيم عاديين، يا اما خطين الكترونيين. مفيش اكتر من خطين سواء كان عادي او الكتروني. بخلاف بقى السامسونج، لما تروح عند السامسونج لا، الوضع يختلف، لان السامسونج اس 23 الترا ممكن اركب فيه خط واحد نانو سيم او خطين نانو سيم وفي نفس الوقت خط الكتروني. يعني ممكن نركب فيه 3 خطوط، خطين عاديين نانو وواحد كمان الكتروني، مش زي الايفون. ودلوقتي خلينا ننتقل لنقطة رقم 4 مهمة جدا، وهي التصميم بتاع الهاتفين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السامسونج جالاكسي اس 23 الترا شاشة زجاجية عليها طبقة حماية من الجوريلا فيكتس جلاس عشان تحميه من الصدمات، كذلك الظهر برضو عليه طبقة حماية من الجوريلا جلاس فيكتس 2 برضو علشان تحميه من الصدمات. يعني سواء اتخبط في الظهر او اتخبط في الشاشة الامامية بنسبة كبيرة جدا مش هيحصل فيه، لان الجوريلا فيكتس جلاس 2 دي تعتبر اقوى طبقة حماية موجودة حتى الان، موجودة على الظهر وموجودة على الشاشة في السامسونج. اما الاطار بتاعه اللي هو الجانبي ده مصنوع من الالومنيوم. خلينا نسيب السامسونج دلوقتي ونروح للايفون. الايفون شاشة زجاجية وظهر من الزجاج، والفريم او الاطار الجانبي ده مصنوع من الستانلس ستيل. طبعا الايفون عليه طبقه حمايه برضو على الشاشه من السيراميك شيلد جلاس، ولكنها ما هياش بنفس قوه السامسونج اس 23 الترا. يعني السامسونج محمي اكتر من الايفون. اما بالنسبه لحجم الشاشه، فعندك سامسونج اس 23 الترا حجم الشاشه ده 6.8 انش، اما الايفون اقل لانها 6.7 انش. كمان دقه الشاشه في السامسونج اعلى. ليه؟ لان دقه الشاشه هنا في السامسونج 1440 في 3088 بكسل، بكسلات 500 بي بي اي بكسل في البوصه الواحده. لكن لما تروح عند دقه الشاشه هنا في الايفون هتلاقيها اقل، لانها 2190 في 2796 بكسل، بكثافه بكسلات 460 بي بي اي بكسل في البوصه الواحده. اي نعم، معدل تحديث الشاشه في الاثنين واحد 120 هرتز، ولكن دقه الشاشه اللي موجوده في السامسونج اعلى بكتير من الايفون. اما بقى نوع الشاشه، فانت عندك هنا في السامسونج نوع الشاشه دايناميك اموليد 2 اكس، اما هنا في الايفون اوليد. دلوقتي خلينا نروح للمعالج او السرعه بتاعه الهاتف. الاثنين متساويين. ليه؟ لان المعالج او السرعه اللي موجوده في السامسونج هو اسرع معالج موجود لاي جهاز اندرويد حتى الان. اما المعالج الموجود في الايفون فهو اسرع معالج موجود في اجهزه الاي او اس
برضه حتى الان. بس خلينا نتعرف على المعالج الموجود في سامسونج جالاكسي اس 23 الترا كوالكوم سناب دراجون 8 جي 2 الجيل الثاني، معماريه 4 نانو اوكتا كور. اما المعالج اللي موجود في الايفون فهو ابل اي 16 بايونيك برضه بمعماريه 4 نانو. ما تقدرش تقرر مين فيهم احسن او مين فيهم افضل، ده اقوى معالج في الاندرويد وده اقوى معالج في الاي او اس، ولكن بمرور الوقت او مع العمر اللي هيقعد معاك فتره اطول هو الايفون. يفوت سنه، تفوت اتنين، تفوت تلاته، غصبا عننا او بارادتنا الايفون المعالج بتاعه قوي وشغال، بخلاف السامسونج اللي هيشتغل معاك سنتين او 3 سنين بمعالج قوي، وبعدين في السنه الرابعه تبتدي تحس ان هو مش اسرع حاجه. اما نظام التشغيل فاللي موجود في السامسونج هو اندرويد 13 مع واجهه One UI 5.1، لكن هنا في الايفون نظام التشغيل اي او اس 16.3. بالنسبه للميموري كارد فالاثنين زي بعض بالظبط، سواء ايفون او سامسونج ما تقدرش تزيد ميموري كارد، ولكن المساحه اللي موجوده في الايفون عندك 128، هنا 256، 512، 1 تيرا اللي هي 1000 جيجا. اما السامسونج اس 23 الترا ما فيش فيه 128 جيجا، بيبتدي من 256 فيما فوق، يبقى عندك 256، 512، 1000. وزي ما قلنا الاثنين ما اقدرش ازيد فيهم الميموري كارد. بالنسبه بقى للرام او سرعه الجهاز فالسامسونج طبعا اسرع، لان الرام هنا 12 جيجا رام، بخلاف ايفون 14 برو ماكس اللي الرام بتاعته 6 جيجا رام فقط. يعني الرام اللي موجوده في سامسونج ضعف اللي موجوده في الايفون. دلوقتي خلينا نروح للكاميرا الاماميه او العدسه الاماميه. لو رحنا عند السامسونج نلاقي العدسه اللي موجوده في الامام هنا دقتها 12 ميجا بكسل، برضو العدسه الاماميه او الكاميرا الاماميه بتاعه الايفون هنا دقتها 12 ميجا بكسل، ولكن في السامسونج العدسه دي فتحتها 2.2 بخلاف الايفون اللي فتحت العدسه 1.9. طيب هيفيد بايه 2.2 اللي موجوده في السامسونج عن الايفون؟ كل ما العدسه كانت كبيره او بتتفتح بشكل اوسع كل ما تدخل كميه ضوء اكتر للكاميرا الاماميه، وبالتالي ينعكس على الصوره، يديك صوره اوضح بكتير من اللي هيديها لك الايفون. اما لو هصور فيديو فسواء الكاميرا الاماميه هنا او في السامسونج تقدر تصور فيديو بتقنيه ال 4K او بتقنيه الفول اتش دي. قبل ما نروح عند الكاميرا الخلفيه او الكاميرات الخلفيه ونقول مين فيهم الاحسن او نشوف مين فيهم الاحسن في الايفون والسامسونج، خلينا الاول ننتقل لحاجات تانية برضو مهمه، وهي مثلا زي السماعات الخارجيه. السماعات الخارجيه اللي موجوده في السامسونج هنا نوعها استيريو فصوتها عالي جدا، كذلك برضو لما تروح عند الايفون السماعات الخارجيه الموجوده هنا برضو نوعها استيريو فالتليفون صوته عالي. اما بالنسبه لمنفذ السماعات السلك الاي او اكس فللاسف لا السامسونج فيه منفذ للسماعه الاي او اكس ولا حتى الايفون فيه منفذ للسماعه الاي او اكس، يعني ما تقدرش تركب لهم سماعه سلك في الاثنين. برو ماكس والسامسونج اس 23 الترا الاثنين بيدعموا خاصيه الان اف سي، والاثنين ما فيش فيهم راديو اف ام. طيب نتكلم على الحمايه او ازاي بقفل التليفون وافتحه. مثلا عندك في السامسونج بصمه الاصبع مدمجه هنا اسفل منتصف الشاشه، او ممكن اقفله وافتحه عن طريق بصمه الوجه بتاعتي من خلال الكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا او بالطرق التقليديه العاديه. اما لو رحت عند الايفون لا مفيش عندك غير الطرق التقليديه العاديه او بصمه الوجه من خلال الكاميرا الاماميه. يعني هيزيد في السامسونج ممكن اقفله وافتحه عن طريق بصمه الاصبع بتاعتي. اما اصدار البلوتوث في الاثنين فهو 5.3. خلينا نروح لنقطه مهمه جدا وهي الباتري او البطاريه بتاعت السامسونج، طبعا واللي اقوى فيها سامسونج اس 23 الترا، لان البطاريه هنا 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع اللي قوته 45 واط. يعني ايه؟ يعني فول ال 5000 ملي امبير اللي موجوده في السامسونج في حوالي 40 او 45 دقيقه. اما لما تروح عند الايفون لا البطاريه اقل لانها 4323 ملي امبير، وقوه الشحن ما هياش 45 زي ده، لا قوه الشحن 20 واط فقط. يعني ساعه كامله، ساعه علشان اشحن البطاريه دي، مع ان البطاريه دي اقل من السامسونج 5000 هنا 4000، ولكن ده هيشحن معايا في 45 دقيقه، ده هيشحن البطاريه في ساعه كامله. اما بالنسبه للشحن اللاسلكي فالاثنين قوه الشحن فيهم 15 واط، بس في حاجه زياده موجوده في السامسونج هو ان اقدر اشحنه لاسلكي عكسي، يعني ممكن استخدمه كباور بانك اشحن مثلا بيه الايفون، كده اسمه شاحن لاسلكي عكسي، اشحن بيه تليفون تاني بقوه 4.5 واط، بخلاف الايفون طبعا اللي ما فيش فيه الميزه دي. خلينا ننتقل بقى لجزئيه مهمه جدا وحساسه جدا وهي الكاميرا الخلفيه. قبل ما احكي في اي كلام، بص الكاميرا الخلفيه والاماميه بتاعت سامسونج اس 23 الترا اقوى من الايفون، ده بدون زعل كده. وخلينا نشرح الكلام ده. خلينا ننتقل للاس 23 الترا.
عندك عدسه 200 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.7 عريضه بتدعم التثبيت البصري او اي اس، وعدسه ثانيه 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 عريضه جدا درجه 120 درجه اللي هي بتاعه الالترا وايد انجل او الزاويه الواسعه. وعندك عدسه ثالثه 10 ميجا بكسل بتيجي فتحه عدسه 4.9 اللي هي البيروسكوب والتليفوتو والتثبيت البصري او اي اس، تقدر تعمل بيها تقريب بصري لحد 10 اكس. وعندك العدسه الاخيره برضو 10 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 بتاعت التليفوتو والتثبيت البصري او اي اس، وفيها تقريب بصري لحد 3 اكس. ده بالنسبه للعدسات اللي موجوده في الاس 23 الترا. قد يكون الكلام صعب، اللي هو يعني ايه تثبيت بصري والحاجات دي كلها شرحناها قبل كده. تثبيت بصري يعني لما احب لو التليفون يهتز مني وانا بصور فيديو هتطلع الصوره ثابته. كل ده موجود في الكاميرا بتاعت السامسونج، موجوده برضو في الايفون ولكن بنسبه اقل. كمان اقدر ازوم اكتر بكتير في السامسونج من الايفون. طيب العدسات بتاعت الايفون 1 2 3 ثلاث عدسات. الرئيسيه دقتها 48 ميجا بكسل، هنا 200 وفتحه عدسه عاليه، هنا 48 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8 عريضه بتدعم التثبيت البصري طبعا اللي هو الاو اي اس. وعدسه الثانيه 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.877 مللي بتاعت التليفوتو وبتقرب لحد 3 اكس وفيها تثبيت بصري. اما العدسه الاخيره دقتها 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 عريضه جدا برضو 120 درجه زي اللي موجوده هنا وفيها مستشعر للعمق. طيب معنى الكلام ده ايه؟ ما فهمناش حاجه من الارقام اللي انت هتقولها دي. معنى الكلام ده قولا واحدا ان الكاميرا الاماميه والخلفيه بتاعت السامسونج بتزوم اكتر واقوى بكتير جدا من الكاميرا الايفون. مش معنى كده ان كاميرا الايفون وحشه، هي قويه جدا برضو، ولكن السامسونج اعلى بكتير. اما بقى خصائص الكاميرا الخلفيه فالاتنين واحد، فلاش واتش دي ار وبانوراما. لكن لو انا هصور فيديو بالكاميرا الخلفيه بتاعت السامسونج معاك 8K ومعاك 4K ومعاك فول اتش دي. ايفون بس 4K وفول اتش دي، للاسف مفيش 8K. دي كانت مقارنة سريعة كده ما بينهم هما الاتنين. يعني برضو الكلام ده كله معناه ايه؟ معناه ان انت لو بتدور على كاميرا، انا قلت بتختلف القناعات من شخص للتاني، لو بتدور بس على كاميرا وبطارية وشكل حلو هيبقى السامسونج افضل بكتير من الايفون. لكن بتدور على جهاز مش فارق معاك الكاميرا يعني قوي او البطارية او الحاجات دي، طبعا هتختار الايفون. لو يفرق معاك بس فقط السوفت وير وجهاز يعيش معاك فتره طويله. كمان السامسونج فيه حاجه مش موجوده في الايفون وهي الاس بن او السامسونج بن، اللي هو القلم ده اللي اقدر اسجل بيه ملاحظات، اقدر اصور بيه، اقدر اكتب بيه واعمل بيه حاجات كتير جدا، طبعا ما هواش موجود في الايفون. كده خلصنا المقارنه سريعه، طبعا في كلام كتير جدا، ممكن نعمل مقارنه تانية نقول اوجه التشابه والاختلاف ونتكلم على حاجه حاجه بالتفصيل، يعني الكاميرا بالتفصيل، البطاريه بالتفصيل، كل حاجه دي. بس دي كانت مقارنه سريعه، مش عايز الناس اللي بتحب الايفون تزعل، ولكن سامسونج جالاكسي اس 23 الترا اقوى من ايفون 14 برو ماكس. اشوفكم في فيديو جديد ومقارنه جديده قريب. سلام.